إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه استغفر الله ونتوب إليه استغفر الله العظيم ونتوب إليك اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم وسلم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فاتحة آية الكرسي الثلاثة من سورة الإخلاص والمعوذتين نقدم نهدي إلى روح من اجتمعنا ها هنا بسببه الحبيب خصوصا الحبيب عمر بن أحمد بن شهاب وصوله وفروع من الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجة وصولهم وفروعهم ومن تعلق بهم أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة وينور ضرائحهم ويعيد عنا بركات مصارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم كراماتهم داداتهم في الدين والدنيا الآخرة في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم الله بما يشاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكب مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لسلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد حتى ترضى العظام من عليها وأنت خير الوارثين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجعل ووسيل وتقبل ثم قرأنا من القرآن العظيم وما حللنا من قول لا إله إلا الله وما استغفر سبحان الله بحمده وما استغفر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا البيت المبارك وفي هذا المجلس المبارك هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة وتقبل نقدمها ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا سيد رسول الله حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آباء أخوان من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى رسالة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو بكر الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأزواج رسول الله طاهر عامة المؤمنين سيدنا حاج عائشة رضا وخصوصنا فاطمة الزهراء وحمزة العباس الحسن حسين علي بن محمد باقر جعفر صادق موسى الكاظم علي رضا علي ورئيس محمد نجيب وسيدنا عيسى بن نجيب سيدنا محمد المهاجر الله أحمد بن عيسى وعبد الله ثاني على خلاق قاسم سيدنا محمد صابر بن باز سيدنا أستاذ العظام سيدنا أستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلبي وأصولهم وأفضل الحبيب على العمل الفقيه سيدنا الحبيب علي غير الفقيه المقدم حبيب علي بن علي صابر الدرك إمام محمد مولى الدبيلي سيدنا الفقيه بن الرحمن السقاب وشحم المحضار سكران أحمد سكران حبيب علي سكران حبيب عبد الله بكر حبيب بكر عبد الشيخ بكر بن سالم والحبيب عقيل بن سالم والحبيب عبد الرحمن عطوش عني بن الله بارس الله حدد وصولهم وفروهم كتب الشيخ بكر جيلاني شيخ محمد البدوي شيخ محمد الرفاعي شيخ إبراهيم السوقي أبي حسن شديري شيخ محمد البوصيري صاحب برده حباب الشيخ سلطان شيخ محمد التجاني شيخ سليمان الجزري محمد الحبيب هربا والحبيب علي الله ندوس وصولهم وفروهم الحبيب علي بن حسن العطاس وصولهم وفروهم وجنا عبد الله السقاب وصولهم وفروهم الحبيب من السقاب صافي الحبيب علي محمد والحبيب محمد بن عبد الرحمن الجفري مولى الأرشي الحبيب أحمد محمد الشيخ يوسف عبد الحسني الحبيب أحمد بن زيد الحبيب عبد الرحمن الفقيه أحمد سميد الحبيب حسن صلاح البحر الحبيب عبد الله الفقيه عبد الله بن حسين بن طاهر وأخوان الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وحبيب بكر بن الله العطاس وأصولهم وفروهم الحبيب علي بن زين الحبشي والحبيب عبد الله الحبيب محمد الحبيب أحمد الحبيب علوي بن علي بن زكي محمد بن حزقة الحبيب علي بن شعب أحمد محمد الحضار ولسين الحبيب عبد القادر بن زكي محمد صلى الله عليه وسلم والحبيب الرحمن مصطفى الندوس من تاريم وأحلام من زنبل سارة علوين والحبيب حامد بن عبد الله الحدار وأخوان الحبيب حامد وصولهم وفروهم ولسن الحبيب أحمد بن علي بن صالح شعب بكر بن سالم وصولهم وفروهم الحبيب عبد الله بن سالم الكاب شعب حامد شعب الحبيب أحمد بن شعب بن أحمد بن شعب بن شعب عبد الله بن شعب الحبيب حامد بن أمان بن شعب وصولهم وفروهم الحبيب عبد الرحمن محمد النوار وصولهم وفروهم الحبيب أحمد بن حسن الحبشي وصولهم وفروهم الحبيب أحمد بن حمد الكاب شعب حبيب البحسين والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن شعب بكر بن شعب عبد القدوس والحبيب علي بن الرحمن النوار وصولهم وفروهم الحبيب علي بن شعب السقاب وصولهم وفروهم الحبيب محمد بن عمر مولا خير وصولهم وفروهم ثم إلى رمى اجتمعنا ها هنا بسببه المغفور الحي القيوم الحبيب اللهم بالله الحبيب عمر بن أحمد بن شهاب وزوجته وأولاد أسباط لذريته ومن هذا من هذا مكر أن الله يغفر لهم ويرحمهم برحمة والدينا ولمخاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عما وسل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل نور يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وعتقا وحجابا لهم من النار وبراءة لهم من العذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا وعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا وعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا وعف عنهم اجمعنا وإياهم والمسلمين في دار كرامتك مستقر رحمتك ومحل أولئك مع الذين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق وذلك فضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سر أسرار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم
الرحيم اللهم لك الفاتحة وكما الفاتحة يا فارج هم يا كاشف الرحم يا من عبدي يا غفر ويرحم يا دافع بلاء يا الله يا دافع بلاء الرحمن يا دافع بلاء الرحيم يا دافع بلاء المسلمين والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة والنار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الله طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا ذهابي يا معدن الجود وأنادي يا ذهابي يا معدن الجود من يأتي أقفى مرامي أحباب الشهود من يأتي أقصى مرامي أحباب الشهود وأرى باب السلام يا زاكي الجدود وأرى باب السلام يا زاكي الجدود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا اتهامي يا معدن الجود وأنادي يا اتهامي يا معدن الجود يا انتراز الكون إني عاشق مستهام يا انتراز الكون إني عاشق مستهام مغرم والمدح فني يا بدر التمام مغرم والمدح فني يا بدر التمام طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا اتهامي يا معدن الجود وأنادي يا اتهامي يا معدن الجود يا سراج الأنبياء يا عالي الجناب يا سراج الأنبياء يا عالي الجناب يا إمام الأنبياء إن قلبي ذاب يا إمام الأنبياء إن قلبي ذاب
نظر إلي ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي أنت إلا يا سيدي كنز العطية ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية يا بحر فضل وتجادل يا بحر فضل وتجادل جدني بوصل يا سيدي قبل المنية جدني بوصل يا سيدي قبل المنية خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي أنت إلا يا سيدي كنظر عطية ما أنت إلا يا سيدي كنظر عطية كم داء نادي يا خير هادي كم داء نادي يا خير هادي يكفي بعادي يا سيدي يا نور عيني يكفي بعادي يا سيدي يا نور عيني خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا يا سيدي كنظر عادية ما أنت إلا يا سيدي كنظر عادية اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة على من هو صاحب المولد الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وعلى من هو أسلاف النصارين في مثل هذه المناسبة عند قراءتهم المولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم مقاصدنا في مقاصدهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب
ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام
في السماء السلام عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليه السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله
وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة سبحان الله عز وجل. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل آله. وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم الكرسي الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. فالحمد لله الذي لا تنحصر أفراد بتعداد ولا يمل تقرأه بكثرة الترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل بقلب منيب إلا من صواب فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب بحبيب أما الأنا من والا يا لقلب سروره قد توالى بحبيب بحبيب عم الأنا من وانا جل من
حبيب عم الأنام من والى لحظته العيون في مجتلته بشرا كميلا يضيء الضلال يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنا ما نوالى وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه بحبيب عم الأنا فسبحان الذي عبد من هذا الامتنان ما يأتي عن وصف اللسان ويهار في تعقل معانه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور مام الوجود خلقي النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم بشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز على ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تظلم الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في صدور من الإيمان كوائده وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمد عبده الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من خلقه من فضله ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمتسرين سراجا وقمرا منيرا وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلاة وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في هيئة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الإثبات حكمة الله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتسر بها الروح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلق به وحبه ويكتب بها في عناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذي تكر صحبة الوجر بقربه وتفايأ ظلال شرف الأصل بود وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، هاو لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قدت الأقدار الأزلية بما قدت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. وكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف، وإن كانت الألسن لا تفي بعشر من شار أوصاف ذلك الموصوف، تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين صلى الله عليه وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة. آمين. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع. آمين. فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع. آمين. ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره،
وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستول عن هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادات هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمحة بإثر الفراه بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. على من للصلاة يا سمعت بهم المصطفى محبوبنا المشفع يا للكروم. صلوا على من للصلاة يا سمعت بالقلوب المصطفى محبوبنا المشفع يا للكروم. كم عند
الحبيب تدمع مدمع سكوب من لي بما جمع ما كما ما جمع يحيي القلوب صلوا على من للصلاة يسمع لب القلوب المصطفى محبوبنا المشفع جاد الكروب يسفح رامه والنقاء ولا على يجري الكروب البيت بما كنت فيه أطمع من الطلوع صلوا على من للصلاة يسمع طب القلوب المصطفى محبوبنا المشفع جل القلوب يا حبذا ما مر لي مرامة من الحياة قد نال بقلبي من الكرامة ما قد نوى صلوا على من للصلاة يسمع لب القلوب المصطفى محبوبنا المشفع جل القلوب ابنا وكل قد بلغ مرامه مما يشاء من حيث ما بدر الكمال يطلع بلا غروب صلوا على من للصلاة يسمع طب القلوب المصطفى محبوبنا المشفع جل القلوب قلبي إلى ذاك الحمى تشوق يهوى اللقاء متى ظني بذا تحقق بالملتقى صلوا على من للصلاة يسمع طب القلوب المصطفى محبوبنا المشفع جل القلوب بمشهد الإقبال والرعاية بين الرجال أهل التقى والعلم والولاية حزب الكمال صلوا على من للصلاة يسمع طب القلوب المصطفى محبوبنا المشفع جل القلوب عليه صلى الله كل ساعة من غير حد وله ومن قد حقق اتباعه وفيه جاء صلوا على من للصلاة يسمع طب القلوب المصطفى محبوبنا المشفع جل القلوب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب عوانه والإهاذ الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترهيب وأمطار الجود الإله على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير العالمين تعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه
على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وليه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضر بالتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية بعد الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن أمول وبرز الحامل المحمول مؤذنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب الله عليك أشرق الكون بهجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد مساني فهزر اليوم لغرد واستضع بجمال فغافل الغسل تفرد ونبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بالسعدين
مستمر ليس ينفر الله يزقنا عطاء جمال فغرا مؤبد صلى الله عليك يا نبي الله صلى الله عليك يا نبي الله يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا فلربي كل حمد فلربي كل حمد جل أن يغفره العاد الله الله اذهبنا بوجودي اذهبنا بوجودي المصطفى الهدي محمد الله الله صل يا ربي على ما اسمه طه رسول الله أهلا يا رسول الله أهلا بك النبي كان السعادة الله وبجاهه إلهي وبجاهه يا إلهي جد ومال كل ما قصد الله الله صل يا ربي على ما صل يا ربي على من اسمه طه وياسين الله الله المجفى بالقيامة المشفع بالقيامة من أتى بالبراء الله استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الهضايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا
سبيلي كيف جلس أداد إرشاد أستغفر الله رب الراية أستغفر الله من الخطايا ربي بلغنا بجاهه في جاره خير مقعد استغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا وصلاة الله تغشى الشرف الرسل محمد وسلام مستمرون كل غير يتجدد يتواب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. معنا فرح بالنبي عسى علينا يدوم، يا مرحبا شهر رحمته علينا عموم. معنا فرح بالنبي عسى علينا يدوم، يا مرحبا شهر رحمته علينا عموم. شهر العطايا الجزيلة والمنن والغنوم، من سر من ليس يحصى ما حوته الرقوم. يا مرحبا بالشموش الشارقة والنجوم، يا أهل التجارات من عنده بضاعة يسوم. ذا موسم الخير كل حول سوقه يحوم. شدوا إليه ارحلوا جدوا إليه العزوم. خذوا قسمكم لي قد خرجنا القسوم. ذا بحر يا باخت من هو فيه أمسى يعوم.
الحمد لله كل قد بلغ ما يروم وواجهتنا العطايا وانجلينا الهموم. الحمد لله كل قد بلغ ما يروم وواجهتنا العطايا وانجلينا الهموم. جموع للخير فيها كل داعي يقوم يذاكر الناس بالتقوى ويشفي الكلوم. جموع فيها الصفا ما قاربتها الغموم فيها انشرحنا الخواطر واتسعنا الفهوم. سر النبوة ظهر أحيا جميع الرسوم. يا إخوة الصدق كل له بحقه يقوم. قوموا بحقه وخلوا كل لايم يلوم. قوموا بتعظيم خير الخلق مسك الختوم. ذا عبد ربه ذا عبد حبه على أهل الكون واجب لزوم. له صيت في العرش بل صيته بلغ للتخوم. يا سيد الرسل نظره للفقير الغشوم. نظره بعين العناية للعديم الظلوم. يا سيد الرسل نظره للفقير الغشوم. نظره بعين العناية للعديم الظلوم. نبغى شفاعة كبيرة منك ساعة تقوم لنا ومن قد حضر معنا طواف القدوم. تجري لنا من عطاياك الجزيلة حتوم. والجمع مقبول والقاصد بلغ ما يروم. عليك صلى إلهي ما طلعنا النجوم. والآل والصحب والحايم على ما تحوم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. صلى الله عليه كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. صلى الله عليه برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللبز المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل. وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود.
أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدويد ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من دور الأوساط محمد العبودات توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في العمل المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب العزة تحط رحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق العمين سيدنا محمد الأمر رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهدي بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل الحضرة اقتراب من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقي من المعدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أتمان في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك المستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره
وواله وظهره وأم ببركة وشريف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القوي في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم قرب ذا المقروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بوات الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحزن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه المنسوب وآخر الدعوان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا بعمدك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal asatidzah wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita masih dalam rangka memperingati miladur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini malam ke-10 daripada rangkaian Majlis Maulud Arba'in kita berada di tempat yang mulia ini, yaitu di rumah salah satu wali min auliyaillah, yaitu Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Ahmad bin Umar bin Syahab. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan curahan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral habaib wal hadirin rahimakumullah, sebagaimana biasa sebelum melanjutkan acara berikutnya yaitu Managib dan Mau'idatul Hasanah, kami akan mengumumkan beberapa peringatan Maulid untuk malam-malam berikutnya. Untuk malam besok, malam ke-11, malam Kamis, peringatan Maulid akan diadakan di Majlis Ta'lim Sabah Usabil, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Bom Baru. Dan pada malam ke-12, malam Jumat, malam daripada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peringatan Maulid akan diadakan di rumah Al-Habib Alwi bin Syah Asgab, bertempat di Komplek Asgab 16 Hulu. Dan pada malam Sabtu, malam ke-13, peringatan Maulid akan diadakan di rumah Dr. Ahmad Yani, bertempat di Komplek BSI Jalan Soekarno-Hatta, Macan Lindungan atau Bukit Baru. Demikianlah undangan untuk malam hari ini. Untuk Mau'idatul Hasanah pada malam hari ini akan disampaikan oleh dua penceramah yang insyaallah yang pertama akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Husain bin Syahab, dan dilanjutkan Mau'izah Hasanah yang kedua akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Abuya Al-Habib Hamid Nagib bin Syahab bin Salim. Namun sebelumnya marilah kita sama-sama mendengarkan managib singkat Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syahab yang akan dibacakan oleh salah satu cucunya beliau, yaitu Al-Habib Hasan bin Alwi bin Syahab,
wa alaihim falyatabaddal. Sallu ala Nabi Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata 'abdin lam yakhsha illallah وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اختاره الله واصطفاه اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد معاشر الحاضرين وبالخصوص آباؤنا الكرماء والأساتذة الفضلاء والحاضرين الأعزاء أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنان فتحيتهم فيها سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masyarul hadirin, izinkan kami untuk membacakan sekelumit manaqib singkat dari Sahibul Maqam Al-Habib Umar bin Ahmad bin Umar bin Syahab. Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syahab dilahirkan di Palembang pada tanggal 7 Rajab 1345 Hijriah yang bertepatan dengan 11 Januari 1927 Masehi dari pasangan Al-Habib Ahmad bin Umar bin Syahab dan Masayu Zulaikha binti Kiagus Jamaluddin. Adapun nasab beliau yaitu Al-Habib Umar bin Ahmad bin Umar bin Muhammad bin Ahmad bin Umar bin Abdullah bin Ahmad Syahabuddin bin Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Qadhi bin Ahmad Syahabuddin bin Abdurrahman bin Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alawi bin Sayyidina Al-Ustadz Al-Azam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah ibn Sayyidina Al-Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa bin Muhammad Nagib bin Ali Al-Udaidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil beliau telah dibimbing oleh kedua orang tuanya dalam nuansa salaf yang kental sehingga membentuk karakternya sebagai seorang yang akrab dengan pendidikan agama. Dalam usia 10 tahun, yaitu pada tahun 1937, beliau telah memulai perjalanan keilmuannya dengan belajar selama 2 tahun di Madrasah Syar'iyah di 13 Ulu Palembang yang didirikan oleh Syekh Al-Habib Umar bin Abu Bakar Al-Masyhur. Kemudian pada tahun 1940 beliau dididik oleh Al-Habib Hamid bin Muhammad Syekh Abu Bakar, cucu Al-Habib Pangeran Syarif Ali bin Syekh Abu Bakar Palembang. Pada tahun 1943
beliau belajar di Madrasah Muallimin Tanjung Priok, Muara Enim, Sumatera Selatan di bawah bimbingan Asy-Syaikh Al-Hajj Malyan Jamal. Meskipun sudah cukup lama menuntut ilmu, semangatnya tak pernah pudar. Pada tahun 1952 beliau menuntut ilmu di Madrasah Maslakul Anwar di Jalan Selat Gaspar, Teluk Betung, Bandar Lampung. Kemudian dilanjutkan ke Madrasah Ibtidaiyah Al-Kafiyah pada tahun 1954 Masehi. Selain dari pendidikan formal, tercatat banyak ulama yang menjadi gurunya. Antara lain ayahnya sendiri, Al-Habib Ahmad bin Umar bin Syahab, pamannya Al-Habib Ali bin Umar bin Syahab, Al-Habib Muhammad bin Husin bin Syahab, Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf, Al-Habib Muhammad bin Usman Al-Madhij, Al-Habib Abdul Qadir bin Husin bin Umar bin Syahab, Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, Al-Habib Ali bin Hasan Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Taha Al-Habsyi, dan Ustadz Cik Nung bin Abdullah sebagai guru mata pelajaran umum. Selain itu, keterpautannya kepada kaum salihin mempertemukan beliau dengan banyak ulama dan wali yang terkenal di masanya, antara lain Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Kuitang, Al-Habib Ali bin Husin Al-Attas, Bungur, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Jakarta, Al-Habib Husain bin Abu Bakar bin Alwi bin Syahab, Bangil, Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Syahab, Palembang, Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf, Palembang, Al-Habib Muhammad bin Muhsin Al-Hamid, Palembang, Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih, Malang, dan Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin, Palembang. Demi mengamalkan ilmunya, rumah Habib Umar pun selalu terbuka bagi yang membutuhkannya dengan berbagai macam hajat dan keperluan, dan waktunya selalu dipenuhi dengan dakwah dan ibadah. Dakwah beliau tidak terbatas pada masyarakat kota Palembang saja, namun sampai keluar kota seperti Pulau Bangka, Muara Enim, dan Lubuk Linggau. Sejak tahun 1970 hingga akhir hayatnya, beliau secara rutin mengisi pengajian di banyak tempat, antara lain Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Palembang, Masjid Jami Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Kaf, Sungai Lumpur, Masjid Nurul Iman, Masjid Al-Islah, serta beberapa masjid dan musola lainnya. Dan pada tahun 1976 beliau berdakwah ke Mentok serta mendirikan sebuah madrasah yang masih berjalan hingga kini. Namun demikian, meskipun telah banyak yang diraih, beliau selalu dikenal dengan sikapnya yang rendah hati. Dalam ketawaduannya, di setiap majelis beliau selalu duduk di tempat yang dijumpainya tanpa memaksakan diri untuk duduk di depan. Suatu hal yang mencirikan tingkah laku seorang salihin dari kaum Alawiyin yang tidak menyukai kemasyhuran. Semasa hidupnya, Habib Umar merupakan sosok seorang murabbi dan mursyid Tariqah Ba'alawi. Beliaulah salah seorang pelopor kembalinya gerakan salaf di Palembang, antara lain dengan menggerakkan para pemuda untuk mengadakan majelis maulid selama 40 malam. Sekarang majelis maulid Arba'in setiap bulan Rabiul Awal yang masih berlangsung hingga kini, yaitu majelis maulid Arba'in pada malam hari ini. Beliau terkenal dengan kekasyafan dan kekeramatannya. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi saat ini yang sebelumnya telah diceritakan olehnya. Pernah terjadi, ada seorang yang hendak menyampaikan undangan kepada Habib Umar.
Dalam perjalanan ia bertemu dengan salah seorang temannya, hingga karena pertemuan itu membuat mereka bercanda. Tatkala orang tersebut hendak menyampaikan amanat tersebut, ia kebingungan mencari rumah Habib Umar, padahal sebelumnya ia telah mengetahui di mana rumah beliau. Setelah beberapa lama berkeliling mencarinya, akhirnya ia memutuskan untuk bertanya kepada penduduk setempat. Ketika ditunjukkan, ternyata ia telah berada tepat di depan rumah sang Habib. Segera ia menuju ke sana, ternyata Habib Umar telah menunggu. Sambil menyambutnya, ia memberi nasihat, makanya jangan sering bercanda. Semasa hidupnya, Habib Umar bersahabat baik dengan salah seorang tokoh habaib yang tinggal di Bukit Duri, Jakarta, yaitu Habib Abdurrahman Segaf. Meskipun tidak pernah bertemu secara lahiriah, namun keduanya sering melakukan komunikasi secara batiniah. Seperti yang diungkapkan oleh beliau, kami berteman baru berjumpa ruhnya saja. Akhirnya kedua wali Allah tersebut dipertemukan oleh Allah tatkala Habib Umar mendapatkan panggilan menunaikan ibadah haji. Ia menyempatkan diri untuk singgah di kediaman Habib Abdurrahman Segaf. Dalam perjalanannya ke Tanah Suci ini, beliau berangkat bersama rombongan dari Solo, dan pada malam Jumat menjelang keberangkatannya beliau sempat sholat isya berjamaah bersama Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi di Masjid Riyadh Solo. Habib Umar wafat pada tanggal 20 Zulhijjah 1417 Hijriah bertepatan dengan 28 April 1997 dalam menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah tatkala sujud di Baitullah. Jauh hari sebelumnya ia telah memberikan isyarat kepada murid-muridnya bahwasanya kepergiannya menunaikan ibadah haji bukanlah untuk pergi, melainkan untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam beberapa kesempatan ia menyatakan hal tersebut secara terang-terangan. Beliau meninggalkan seorang istri yang bernama Syarifah Khadijah binti Saleh bin Abu Bakar Al-Muhdar serta 2 orang putra dan 5 orang putri, yaitu Alawi, Syekh, Zainah, Syifa, Salwa, Tolha dan Suraya. Demikian sekelumit nanggep singkat ini. Semoga dapat dengan mengetahui akhlak dan perjalanan hidup beliau, kita dapat meneladaninya serta dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Al-Faqir atas nama panitia Arba'in, baik panitia lokal ataupun panitia Arba'in secara umum, mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin sekalian atas kehadirannya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hayyil qayyum alladhi ba'atha ilayna khairal bariyah وجعلنا خير أمة أخرجت للناس مواردهم هنية وعطاياهم من ربهم سنية. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم في كل لحظة أبدا على سيدنا محمد خير الورى سجية وآله وذرية وصحبه وجميع الأمة المحمدية. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin wal aba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat menghadiri maulid demi maulid. Kita sudah banyak mendengarkan bacaan maulid ini dan maulid itu, qasidah ini dan qasidah itu.
Andai kata kita merenungkan maknanya dan faham maknanya, kita akan tambah kenal dan tambah tahu tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan sadar diri bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amatlah sempurna dan diri kita ini jauh sekali dari kata sempurna. Lalu timbullah dari hati kita ini rasa takjub. Jikalau takjub ini meningkat hingga menjadi rasa cinta. Jikalau cinta ini dirawat, maka kita akan mendambakan, kita akan mempunyai cita-cita yang amatlah besar, yang mana ini didambakan oleh seluruh para sahabat dan juga orang-orang salihin hingga akhir zaman, yaitu murafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah, bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak nanti di surga. Banyak sekali riwayat-riwayat hadis yang menceritakan tentang para sahabat dan juga cerita-cerita orang soleh akan hal ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab hadisnya. Beliau meriwayatkan hadis tentang sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, salah satu seorang ahlu suffah. Beliau pernah bercerita, kuntu abid, pernah aku pada suatu malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi, aku bawakan air wudunya, aku penuhi hajatnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata padaku, sal, pinta apapun yang engkau mau. Maka sahabat itu pun menjawab, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku minta padamu bareng bersamamu kelak nanti di surga. Lalu Nabi pun bertanya lagi, awa ghaira dzalik. Sebagian ahli hadis mendhabat harakatnya aw ghaira dzalik pakai sukun, awa ghaira dzalik atau aw ghaira dzalik, apakah ada hal lain, apakah tidak yang lain saja? Dia pun menjawab, huwa dzak, itu wahai Rasulullah. Dalam riwayat-riwayat hadis lain Nabi bertanya sebanyak 3 kali, aw ghaira dzalik huwa dzak, aw ghaira dzalik huwa dzak, aw ghaira dzalik huwa dzak, apakah hal lain? Enggak, itu wahai Rasulullah. Apakah hal lain? Itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun berkata, fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud, maka bantulah diriku atas dirimu dengan memperbanyak sujud. Begitu pula kisah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bareng bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab di malam hari membahas tentang perihal umat. Setelah membahas, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar jalan bersama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Di pertengahan jalan mereka mendengarkan bacaan Al-Quran Abdullah bin Mas'ud. Ketika itu beliau sedang sholat bangun malam membaca surat An-Nisa. Disebutkan oleh Al-Imam Ahmad, ketika itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pas lagi membaca ayat ke-100 daripada surat An-Nisa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti. Nabi pun berkata, sal tu'tah, sal tu'tah, sal tu'tah, pintalah pasti diberi, pintalah pasti diberi, pintalah pasti diberi. Apa yang dipinta oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? 3 hal yang amallah agung. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khulud. Ya Allah, sungguh aku pinta padamu keimanan yang tidak ada murtadnya, nikmat yang tidak ada habisnya, dan bareng bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang kekal yang tertinggi. Beginilah para sahabat dan begitu pula orang-orang salihin hingga akhir zaman. Al-Habib Abdullah Al-Haddad di Qasidah Ainiyahnya beliau berdoa, ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi atyabi maudi'i. Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan orang-orang yang kami cintai di surga Firdausmu, tempat yang terbaik. Ulaikal agwam hum muradi wa matlabi min jumlatil ibadi wa hubbuhum qad halla fi fuadi ahlil mahabbah was safa wal awrad. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Begitu pula ada seorang muhaddis Al-Allamah Ibrahim Al-Khalifah. Beliau mengatakan, an-na'im ma'al Habib sallallahu alaihi wasallam, an-na'im dunal Habib sallallahu alaihi wasallam jahim. Surga
kenikmatan itu ada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surga tanpa Nabi, nikmat tanpa Nabi itu sejatinya neraka. Karena itulah kata beliau, para sahabat mereka selalu minta kepada Allah agar kelak nanti di surga bareng dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud bareng dengan Nabi bukan maksudnya kita sederajat. Tak ada satupun makhluk yang bisa sederajat dengan Nabi. Jangankan sederajat, mendekati derajatnya pun tak bakal mampu. Para ulama mengatakan maksudnya adalah sering berjumpa dengan Nabi di surga, sering saling berziarah dengan Nabi, sering tatap muka dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lalu apa saja yang bisa mengantarkan kita kepada hal yang amatlah agung ini? Banyak sekali, di antaranya yang pertama adalah kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Sebagaimana kisah Sayyidina Thauban ketika itu pernah suatu hari datang ke Nabi dalam keadaan pucat. Nabi bertanya, ada apa denganmu wahai Thauban? Aku wahai Rasulullah, jikalau kembali ke rumah ingat tentang dirimu, aku sangat rindu, aku tidak kuat hingga aku berjumpa denganmu. Hari ini aku merasakan andai kata kelak nanti di akhirat di surga, kalau masuk surga jauh derajatku dengan derajatmu, aku tidak dapat berjumpa denganmu. Kalau masuk neraka, apa lagi? Apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah diam. Akhirnya turunlah ayat, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Dan juga di antaranya yang kedua al-mujahadah, mujahadatun nafas. Hadis tadi tentang Rabi'ah, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud, maka bantulah aku akan dirimu dengan memperbanyak sujud. Al-Imamun Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan hadis ini dalam bab mujahadatin nafas. Kenapa? Li'annal mujahadah tariqul musyahadah. Sering kita mendengar ucapan ulama, jahid tu syahid, sungguh-sungguh menekan hawa nafsu, maka kita akan menyaksikan cahaya-cahaya Allah, sir-sir Allah, hal-hal yang amatlah agung, hal-hal yang amatlah besar. Al-musyahadah min a'la maqamatid din. Maqam musyahadah itu termasuk maqam yang tertinggi dalam agama ini. Sebagaimana kita barusan mendengarkan manaqib Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syahab, beliau itu sering kasyaf, sering melihat hal-hal yang sudah mengabarkan hal-hal yang belum terjadi, dikarenakan beliau sudah sampai ke maqamul musyahadah. Al-ihsan itu ada dua maqam, maqamul musyahadah wa maqamul muraqabah. Maqam musyahadah yang sering kita baca, al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau sembah Allah seakan-akan dapat melihat keagungan Allah. Kalau tidak baca minimal maqamul muraqabah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini yang kedua. Dan yang terakhir adalah safaul qalb, hati yang bersih, tidak katik benci sama orang lain, tidak nyimpen dendam, tidak dengki sama orang lain. Ini yang sangat penting. Ini nasihat wasiat Nabi untuk pembantunya tercinta Sayyidina Anas bin Malik. Ya bunai, in qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al, fa inna dhalika min, ya bunai, inna dhalika min sunnati, wa man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Duhai putraku sayang, sesungguh jikalau engkau mampu di pagi hari, di sore hari tidak ada rasa dengki, dongkol kepada siapapun orang muslim, lakukanlah. Duhai anakku, sesungguhnya itu termasuk sunnahku. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, kelak nanti dia di surga bersamaku. Ma'asyiral hadirin, sebagai penutup, banyak sekali amalan-amalan yang dijelaskan dalam hadis, di antaranya kafalatul yatim, mengasuh anak yatim dan lain-lainnya. Intinya kita perhatikan dulu diri kita. Kita tak dapat keistimewaan cak sahabat di dunia, menatap muka Nabi, ngobrol sama Nabi, duduk bareng Nabi. Tapi bisa di akhirat kita raih hal ini, murafaqatun Nabi bisa. Ada hal yang perlu kita perhatikan, kita introspeksi diri. Andai kata kalau Nabi datang sekarang ini ada di Palembang, atau Nabi hidup lagi datang ziarah ke rumah kita, kita malah lagi minder, malu apa tidak? Kalau andai kata kita minder, malu atau lari, berarti kita butuh perbaiki diri. Kita belum siap untuk murafaqatun Nabi. Kadang-kadang jangankan murafaqatun Nabi, murafaqatul aulia kita tak ada mampu.
Maka dari itu kita mulai, kita ni banyak salah galau, terutama di akhir zaman. InsyaAllah mungkin sekian dari Al-Faqir. Apabila ada kata-kata yang salah kami minta maaf, dan kepada Allah kami memohon ampun. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالحمد لله. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para alim ulama, para asatid, para guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama keluarga besar daripada sahibul bait Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syahab, keluarga besar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hadirnya dalam majlis ini mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah di akhirat kelak mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Fa wajhi waz zamanu wa syahru wad'i rabi'un fi rabi'i fi rabi'i. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, falhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh barakah ini, yang mulia ini, kita duduk bersama-sama mengingat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama menyatakan zikrul auliya tanzilur rahmah. Ketika kita mengenang para kekasih Allah, ketika kita mengenang para aulia Allah, turunnya rahmat. Dan tadi kita mengenang pembacaan manaqib daripada sahibul bait, salah satu walinya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita mendapat rahmatnya. Namun juga duduknya kita pada malam hari ini membaca solawat dan mengenang aslus salihin Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fal ijtima'una hadza, perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang sangat mulia, yang sangat agung. Dengan perkumpulan ini insyaallah menjadi sebab maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala keliling di muka bumi ini. Ketika para malaikat tersebut keliling di muka bumi ini melihat keadaan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, setelah menyelesaikan tugasnya lalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Tahu, apa yang engkau dapati daripada hamba-hambaku? Dijawab oleh para malaikat, ya Allah, kami mendapati hambamu ada yang sedang berkumpul, lalu dalam perkumpulan tersebut mengingatmu, membaca zikir dan yang lain sebagainya. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka pinta? Mereka meminta surgamu dan ridhamu ya Rabb. Apakah mereka pernah melihat surgaku? Namun malaikat menjawab, tidak ya Rabb. Bagaimana kalau mereka melihat surgaku? Pasti mereka lebih semangat lagi, lebih giat lagi untuk beramal ibadah dan mendekati ridhamu ya Rabb. Lalu ditanyakan oleh Allah SWT, apa yang mereka takuti? Mereka akan takut murkamu dan azabmu ya Rabb. Apakah mereka pernah lihat api neraka? Tidak ya Rabb. Bagaimana kalau mereka melihat? Pasti mereka lebih takut lagi dan lebih memohon perlindungan lagi kepadamu ya Rabb. Ushhidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah wahai para malaikatku, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang berkumpul mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir, saksikanlah bahwasanya aku udah ampunin dosanya semua.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan inilah yang insyaallah menyebabkan turunnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Alhamdulillah kita berkumpul di sini mengenang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembacaan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak lain tidak lepas daripada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merupakan amaliyah yang patut kita lakukan, yang banyak harus kita baca, yaitu salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang paling mulia, ayat yang mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala serta para malaikatnya, semua malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinyatakan oleh para ulama, jumlah malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terhitung. Saking banyaknya para malaikat Allah, tentaranya Allah Subhanahu wa taala tidak terhitung. Diriwayatkan bahwasanya nanti di hari kiamat kelak, kita bangsa manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpulkan di satu tempat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil daripada bangsa jin, dikumpulkan juga yang jumlahnya 10 kali lipat dari bangsa manusia. Kemudian Allah panggil dari hewan-hewan, binatang-binatang yang hidupnya di daratan, jumlahnya 10 kali lipat dari bangsa jin. Kemudian Allah panggil hewan yang hidupnya di lautan, mereka jumlahnya 10 kali lipat daripada hewan yang hidupnya di daratan. Kemudian Allah panggil jumlah malaikat yang mereka tugasnya di bumi, jumlahnya 10 kali lipat daripada binatang yang hidupnya di lautan. Kemudian Allah panggil malaikat yang tugasnya di langit pertama, jumlahnya 10 kali lipat daripada malaikat yang ditugaskan di bumi. Kemudian Allah panggil malaikat yang tugasnya di langit kedua, jumlahnya 10 kali lipat. Ketiga, jumlahnya 10 kali lipat dari yang kedua, dan terus sampai ke langit ketujuh. Itulah jumlah para malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saksikanlah bahwasanya semua para malaikat tersebut senantiasa salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari ayat tersebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, menggunakan yusalluna fi'il mudhari' yang dinyatakan oleh para ulama mempunyai makna arti istimral, yaitu terus menerus, yang menandakan bahwasanya para malaikat pun terus menerus, kapanpun terus menerus bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seseorang bertanya kepada Sayyidina Imam Sayyid Abuya Muhammad bin Alwi Al-Maliki dengan pertanyaan yang agak sedikit kurang ajar. Menanyakan kepada Sayyidil Imam Abuya, beliau menanyakan, wahai Sayyid, sedang apakah Allah Subhanahu wa taala sekarang? Ini pertanyaan yang tidak pantas untuk dipertanyakan. Tidak boleh seorang hamba menanyakan hal tersebut. Namun dijawab oleh Imam Abu Yasin Muhammad Al-Maliki, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya sedang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kemuliaan, keistimewaannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah agungkan, Allah muliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai hambanya Allah yang beriman hendaknya senantiasa salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan salawat mempunyai istimewa yang sangat banyak. Dengan salawat mempunyai keutamaan yang mulia. Dengan salawat dosa kita diampunin oleh Allah. Dengan salawat hajat kita dikabulkan oleh Allah. Dan masih banyak lagi daripada keutamaan keistimewaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab Madha fi Sya'ban yang dikarang oleh Sayyidil Imam Abu Ya'asin Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Tatkala Al-Imam Shibli rahimahullah, beliau mempunyai seorang tetangga. Tetangganya ini meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, Al-Imam Shibli rahimahullah, orang yang sangat istimewa, ulama, dan selalu perhatian kepada tetangganya, kepada umat muslim, sehingga beliau memikirkan bagaimana nasib tetanggaku yang baru saja meninggal dunia. Kemudian dengan pikiran tersebut terbawalah dalam mimpi beliau
beliau lihat dalam mimpinya tatkala melihat tetangganya tersebut di alam kubur. Kemudian ditanyakan, bagaimana nasibmu sekarang di alam kubur? Diceritakan oleh orang tersebut bahwasanya awal pertama kali saya masuk alam kubur dengan keadaan yang takut dan menyeramkan. Datanglah kedua malaikat menanyakan kepadaku pertanyaan yang sangat menakutkan dan menyeramkan, sehingga aku tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Bingung, takut, cemas dan lain sebagainya. Tatkala datanglah sosok cahaya menghampiri beliau lalu membimbing kepadaku, semua pertanyaan malaikat tersebut dijawab dengan mudah atas bimbingan cahaya tersebut. Kemudian setelah selesai menjawab pertanyaan tersebut, lalu orang ini nanya kepada cahaya tersebut, siapakah engkau? Dijawablah, aku adalah pahala salawat yang kamu lakukan setiap hari. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, manfaat daripada salawat kepada Nabi Muhammad SAW sangat istimewa, sehingga orang tersebut bisa dibantu dengan salawat di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini adalah malam yang mulia. Setiap malam demi malam kita menghadiri maulid Nabi Muhammad SAW, dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW perlu kita perbaharui salawatnya kita, perlu kita tingkatkan amalnya kita. Andai kata ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita perbaharui cara salawatnya kita. Selagi kita bersalawat mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagus amaliyah tersebut, amaliyah yang sangat mulia. Perbanyak salawat bagus, namun perlu kita tingkatkan. Andai saja setiap satu salawat kita ingatkan bagaimana keadaannya Nabi Muhammad SAW. Menyebut Allahumma salli ala Muhammad, bagaimana senyumnya beliau. Menyebut Allahumma salli ala Muhammad, bagaimana kesabaran beliau. Allahumma salli ala Muhammad, bagaimana taqwanya beliau. Setiap salawat yang kita baca kita ingat dan kita kenang bagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Pernah ada seseorang datang menghampiri gurunya, wahai guru, tolong berikan amal kepadaku biar aku bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Ditanyakan oleh guru tersebut, benar engkau pengen mimpi Nabi? Benar, saya ingin pengen mimpi Nabi. Tolong berikan amalnya. Thayyib, kata guru tersebut, akan aku berikan. Apa amalnya wahai guru? Bukan amal baca salawat ini atau itu atau bukan. Lalu dinyatakan oleh guru itu, mulai hari ini kamu makan tapi jangan minum selama 3 hari. Kamu lakukan tersebut. Jangan kamu makan tapi jangan minum. Ya guru, cuman itu aja. Iya, cuman itu aja, cukup itu aja. Ya sudah. Dilakukanlah oleh orang tersebut. Sehari dia coba makan tapi tanpa minum, sesuai apa kata gurunya. 2 hari begitu juga, sampai 3 hari beliau tunggu di malam tersebut. Beliau tidur, namun ketika bangun dari tidur tidak mimpi Nabi Muhammad SAW. Lalu orang ini datang kepada guru tersebut, wahai guru, bagaimana amalmu yang kamu berikan kepadaku ini? Aku semalam tidak mimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Engkau bilang 3 hari makan tapi jangan minum, sedangkan aku ingin mimpi ketemu Rasulullah SAW. Aku amalkan tapi enggak mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Ditanya sama guru tersebut, lalu apa semalam yang kamu lihat? Kata orang tersebut, iya semalam aku mimpi. Apa yang kamu mimpi? Aku melihat air yang sangat banyak, air mancur, air terjun dan lain sebagainya. Ketahuilah, kata guru tersebut, andai kata rasa cintamu dan perhatianmu, pikiranmu, apapun yang ada di benakmu, ingat Nabi Muhammad SAW, bagaimana engkau mengingat air tersebut, engkau akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maksud dari cerita tersebut ialah kita tingkatkan dalam salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan hanya cuma salawat yang di lisan saja, tapi hadirkan dalam hati kita. Andai kata kita salawat sebanyak 300 kali, jadikanlah 50-nya atau 100-nya kita fokuskan untuk benar-benar mengingat Nabi kita Muhammad SAW. Kalau bisa sekaligus semuanya, alhamdulillah, mudah-mudahan makin hadir di hati kita Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah dengan amaliyah tersebut menjadikan hati kita makin cinta dan makin sayang kepada Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah membawa keberuntungan buat kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saya yang bisa al-fakir sampaikan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah sallam afdal ma qultu ana wan nabiyyin qabli la ilaha illallah La ilaha illallah.
ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Ya awalan amr al-Fatihah al-Fatihah bil qabul tamam wasul ma'mul wa ila hadha Rasulul Fatihah. Amin. ربنا تقبل منا انك انت يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. Kabul. Kami umumkan sekali lagi bahwasannya peringatan Maulid untuk malam besok bertempat di Majlis Sawa'us Sabil di Jalan Perintis Kemerdekaan Bombaru atau depan lorong air panas Pesantren Nurul Qomar. Untuk tidak membuat halagoh 4 orang. Untuk tidak membuat halagoh 4 orang. Iya.